السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أخواتي. اليوم راح نشارك معكم هذه الوصفة تاع لي كويس تاع الدجاج محمرين في المقلة بطريقة سهلة، والنتيجة يجو بنان بزاف، يجو هايلين هاد لي كويس في المقلة. وكما راكم تشوفوا طريقة ما تديش معاكم الوقت وتحضرون في وقت قصير، ويجو بنان بزاف. واش راح نحتاجو في هذا الوصفة؟ انا عندي كميه تاع لي كويس على حساب افراد العائله، حساب اللي عندك ديري. انا هنايا هاد لي كويس نقيتهم غايه الغايه و غسلتهم بالماء والخل، ودروك راني ندير لهم في ثقوب بالخدمي كيما هكا باش يطيبوا لي من الداخل ويتشربوا لي التتبيله اللي راح نديرها لهم. نديرها في الوصفه تاعي. هنا تقبوهم مليح بهذه الطريقه. هنايا عندي كميه تاع الزيت راني دايرتها في المقله. هنايا النار راهي عاليه قاويه، ونبدا الزيت راه حامي، وندير لي كويس تاوعي نحمرهم غايه. هنايا حمروهم من الجهتين، نحمروهم مليح باش يعطوكم نتيجه مرضيه، والنتيجه تجيكم كيما اللي راكم تشوفوا فيها في الفوطو. لازم تحمروهم مليح. هنايا راني نقلب فيهم كيما هاك. شوفوا قلت لكم حمروهم غايه. هذا لي كويس محمرين يجوا احسن من الدجاج اللي ينباع في المحلات اللي نشروه الدجاج محمر. هادو يجوا ما شاء الله، يجوا بنان ويجوا مشربين بهذيك التتبيله اللي راح نديروها لهم. وكما تعرفوا سعر الدجاج راه في متناول الجميع. نستغلوا الفرصه ونطيبوا بوصفات كيما هاك، وصفات صيفيه وسهله في نفس الوقت. هنا نغطيه ونخليه يتحمر من الجهه الثانيه. هنايا عندي حبه تاع طوماطيش ربيتها، حبه بصله، حبه تاع الثوم، وراح ندير لي زيبيس تاع اللي نديرهم للدجاج. انا درت هنايا كركم، درت فلفل اسود، درت زنجبيل، درت زعفران، درت فلفل اسود، ملح، راس الحانوت. ديروا اي توابل اللي يشوف في الدجاج اللي عندك ديري. وندير هذوك لي زيبيس مع هذيك الطماطم تاع الحبه. قلت لكم درت حبه تاع طماطم وحبه بصله وزوج سنينات تاع الثوم، ونخلط كامل هذيك التتبيله مع هذيك الخضره اللي درتها، نخلطهم مليح. وهنا راهم معايا واجدين باش نروحو نديروهم في الدجاج تاعنا. هنايا بعد ما تحمر لي الدجاج من الجهتين، راني نحيت هذاك الزيت الزايد. انا ما نبغيش لاصوص تاعي تجيني ميدمه، وهذاك الزيت راح تحتفظوا به وطيبوا به في الايام الجايه. هنايا هذيك التتبيله اللي درتها مع الخضروات نروحو نديروها من الفوق كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وهنايا النار راني نقصت النار تماما. ديروا الكانون الناقص كامل عندكم ديروه، وخلوا لي كويس تاعكم يطيبوا غير في خاطرهم باش يطيبوكم غايه من الداخل ويجوكم محمرين مليح ويتشربوا هذا التتبيله اللي درناها لهم. لازم تخلوهم على نار قليله وساعه على ساعه تقلبوهم. هنا راني غطيتهم وخليتهم يطيبوا في خاطرهم. هنايا كنت ساعه على ساعه نجي نطل عليهم ونقلبهم كيما هاك. وهنايا دائما تلمسوهم الى راهم طايبين ولا مازال خاصهم الطياب. هنايا نقصوا لهم النار وخلوهم يتشربوا هذيك لاصوص كامل.
هنايا خلاص، هنايا تلمستهم لقيتهم طايبين، درك نروحو نديروهم في صحن التقديم ونقدموهم. هنايا شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله، جاو يشهوا. هنايا تقدمهم مع لي فخيت ولا مع الروز ولا تقدمهم باي طريقه، المهم النتيجه يجوا ما شاء الله ويجوا بنات بزاف. هنا راني عاد كي حطيتهم راهم مازالوا حامين، راني نقطع لكم في قطعه باش تشوفوهم كيفاش يجوا طايبين من الداخل ويجوا طريين ويجوا ما شاء الله ويجوا يشهوا. شوفوا ما بقى لي غير نقول لكم جربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بالجيم، واللي اول مره تشوف القناه نقولها ما تنسايش الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.